إذا النقاش وتعليق حول هذا الموضوع، نرحب الآن بضيفنا مباشرة من حيفا. نرحب بالسيد أيوب قرة، الوزير الإسرائيلي السابق وعضو حزب الليكود الإسرائيلي. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. في البداية، في تعليق على ما يقال عنك شخصيا هنا بأنك تقود هذه المساعي الإسرائيلية التي تدفع مباشرة نحو استقلال السويداء وإعلانها دولة مستقلة، ماذا ترد على ذلك؟ مش سر اني بناء عن طلب من القيادة في السويداء وتكليف القيادة خاصة الروحية في السويداء، أعطينا موقف وقدمنا موقف في باريس، ومش عفوا في باريس، على استقلالية السويداء مستقبلا. ونحن بدينا الطريق للاستقلالية من منطلق قرابتي وعلاقاتي اللي موجودة في السويداء، اللي أنا قسم لا يتجزأ من حكومة إسرائيل كنت سنوات، واليوم أنا درزي بهمني طائفتي بعد الإبادة الجماعية، وفيش هناك خط رجعة. هذا موقف السويداء، ونحن بنشتغل على حسب برنامج السويداء وليس إسرائيل، لازم تعرفوا. وكل المزايدات حول هذا الموضوع هو نابع من كذب وافتراء. السويداء هي قيادة، كانت قبل 100 سنة قيادة وتستمر قيادة. هي بعد الإبادة الجماعية طيب. بدأ استقلالية أو كونفدرالية، ونحن بنساعدها كل اللي موجودين في إسرائيل وفي الدول العربية وفي العالم من منطلق غيرتنا وديننا اللي بيفرض علينا هذا الشيء. واضح. قلت في البداية أن ذلك بدعم من القيادة في السويداء هنا أو بدعوة منهم، من تقصد بالتحديد؟ القيادة الروحية موجودة في السويداء، كل واحد بيعرف مين القيادة الروحية، فيش لزوم اني يحكي اكثر من هيك الشيخ لانه حكمة الهجر يعني شخصيا بنفسه هو دعاك؟ الشيخ حكمة الهجري هو عنوان الدروز مش بس في السويداء. الشيخ حكمة الهجري بعكس شو الإعلام العربي بيجرب يشوه شخصيته، هو العنوان الدرزي لكل دروز العالم، لا جنبلاط ولا غيره بيقرروا لدروز العالم. اللي بيقرر الوحيد لدروز العالم موقفهم هو الشيخ أبو سلمان حكمة الهجري، وبناء عن يعني تكليف خطي إلي قمت بموقف تاريخي، إعلان استقلالية السويداء. ممكن يكون كونفدرالية، ممكن يكون إقليم، ممكن يكون دولة في المستقبل. لذلك نحن على هذا الطريق طيب، عم نسعى يعني بنجيب ملخص